أهلا بيكم في فيلم مختصر. فيلمنا النهاردة من سنة 2012 بعنوان Dark Shadows. فسنة 1760 عائلة كولينز سابت ليفربول وركبوا مركب على ولاية مين، نيو إنجلاند، علشان يوسعوا إمبراطورية العيلة. بدأوا تجارة سمك ناجحة جدا، وده سمح لهم إنهم يعملوا مدينة جديدة اسمها كولينز بورت، ويبنوا قصر ضخم ليهم اسمه كولين وود. مع إن فلوسهم كبرت، صاحب القصر كان حريص إن ابنه بارناباس كولينز يتربى على إن العيلة دايماً تيجي الأول. بعد 15 سنة بارناباس دخل في علاقة مع واحدة من الخدامين في العيلة، أنجليك، واللي في السر كانت ساحرة. ولما طلبت منه حبها مش بس جسدها، بارناباس قال لها إنه مش بيحبها كده، فكسر قلبها وقررت تنتقم منه، فعملت تعويذة تقتل أبوه وأمه. بارناباس شك إن في حاجة مظلمة ورا الحادثة دي، فبدأ يحقق في الفنون السحرية، وفي نفس الوقت بدأوا علاقة مع جوزات دوبلي. أنجليك سمعتهم وهم بيعلنوا حبهم لبعض واتنرفزت، فاستعملت سحرها تاني وخلت جوزات ترمي نفسها من فوق جرف. بارناباس جري وراها ونط، لكن هو ما ماتش زيها، لأن أنجليك لعنته إنه يبقى مصاص دماء علشان يفضل يتعذب طول حياته. بعد كده جمعت أنجليك أهل البلدة وزودت غضبهم وخلتهم يقتنعوا إنه وحش. مسكوه وربطوه وحطوه في تابوت ودفنوه في الغابة. بعد سنين طويلة، سنة 1972 فيكتوريا وينترز كانت راكبة قطر رايحة على كولينز بورت علشان شافت إعلان من عيلة كولينز بيدوروا على مربية. فيكتوريا مش اسمها الحقيقي، بس هي كانت هربانة من بيتها ومش عايزة الناس يعرفوا هويتها الحقيقية، فاختارت اسم فيكتوريا من بوستر في القطر. لما وصلت القصر استقبلها ويلي لوميس الخادم، وقال لها إن القصر دلوقتي حالته وحشة جدا، وكان المفروض يبقى فيه 100 خدام، لكن الموجود دلوقتي هو بس ومعاه مدام جونسون. في اللحظة دي ظهرت إليزابيث كولينز ستودرت كبيرة العيلة، وخدت فيكتوريا تتكلم معاها لوحدها علشان تشرح لها تفاصيل الشغل. بعد ما قالت لها إن اللي ساكنين في البيت 7 أشخاص بس بما فيهم الخدم، وإن في أماكن في القصر أصلاً ما بيستعملوهاش، بدأت تسألها أسئلة. فيكتوريا ردت عليها بثقة وجرأة، وده عجب إليزابيث وخلاها توافق إنها تشغلها. في العشاء فيكتوريا تعرفت على باقي أفراد العيلة. روجر كولينز أخو إليزابيث، شخص كسول وما بيعملش حاجة. كارولاين ستودرت بنت إليزابيث المراهقة في فترة تمرد. ديفيد كولينز ابن روجر عنده مشاكل نفسية من ساعة ما أمه ماتت وهو عنده 5 سنين، ومقتنع إنه بيشوف شبحها. والدكتورة جوليا هوفمان طبيبة نفسية جايبينها مخصوص علشان تعالج ديفيد، لكن أغلب وقتها سكرانة. فيكتوريا حست بديفيد وقالت له إنها كمان بتصدق في الأشباح، وده ما عجبش إليزابيث. بعد شوية وهي داخلة تنام شافت شبح جوزيت في الممر، وقالت لها هو جاي، وبعد ما لفت حوالين النجفة كذا مرة وقعت بنفس طريقة اليوم اللي ماتت فيه، وبعدين اختفت. في نفس الوقت في الغابة عمال بيبنوا فرع ماكدونالدز، وكانوا بيحفروا ولقوا التابوت بتاع برناباس، فتحوه يشوفوا اللي جواه. ولما خرج برناباس حر، هاجم كل العمال وشلب دمهم واحد واحد، وهو بيعتذر عن جوع السنين الطويلة. بعد كده مشي على رجليه لحد القصر وهو مغطى بالدم ومندهش من كل التكنولوجيا واللبس الحديث اللي شافه في الطريق. لما وصل القصر لقى ويلي في الجنينة، واستعمل قوة مصاص الدماء بتاعته وخلاه تحت سيطرته، وأمره يديله كل المعلومات اللي محتاجها، وكمان ينظفه قبل ما يدخله البيت. وأول ما حاول يقدم نفسه للأطفال، إليزابيث قطعته وخدته يتكلم معاها على انفراد. هي شكت في هويته وقالت له إنه كل الأساطير اللي حوالين العيلة مجرد خرافات، لكن برناباس أثبت لها إنه صادق. لما فتح أوضة سرية ما كانتش حتى هي تعرف إنها موجودة، ووعدها إنه يرجع مجد العيلة تاني باستخدام الكنز المخفي اللي جوه. إليزابيث وافقت تدخله وسط العيلة تاني، لكن بشرط ما يقولش لحد إنه مصاص دماء. تاني يوم على الفطار قدمته للعيلة على إنه برناباس الثالث قريب بعيد جاي من إنجلترا. العيلة بدأت تتكلم في البيزنس وشرحوا له إن تجارة السمك بتاعتهم انتهت، والدنيا كلها دلوقتي تحت سيطرة شركة إنجل باي سي فود. في اللحظة دي دخلت فيكتوريا الأوضة، وبرناباس ما قدرش يخفي إعجابه بيها لأنها شبه جوزيت بالظبط.
في المدينة أنجليك لسه عايشة تحت اسم جديد، أنجي بوشار، وبقت المديرة وصاحبة شركة أنجل باي سي فود. ولما موظفينها حكولها عن اللي حصل في الغابة، راحت بنفسها وشافت التابوت المفتوح واتصدمت. ما ضيعتش وقت وساقت على طول على كولينوود. هناك حصلت مشادة بينها وبين إليزابيث قبل ما بارناباس يشدها على جنب يتكلم معاها لوحدهم. أول ما قفل الباب، أنجليك بسته وقالت له إن كولين سبورت بقت دلوقتي بتاعتها هي، بفضل شركة السمك اللي عملتها مخصوص علشان تدمر عيلة كولينز. وقالت لها إن الناس في البلدة بيحترموها كقائدة، ونسيوا هو مين ومحدش هيصدق كلامه أبدا. بعد ما مشيت، برناباس قال لإليزابيث إنه قلقان، لكن هي فكرته إنه زمان دايما كان بيقاوم وبيحارب مهما حصل، حتى لدرجة إنهم حبسوه في تابوت. دلوقتي عيلته محتاجاه، فلازم يحارب تاني. الكلام شجعه، وبرناباس بدأ يركز كل طاقته على إنه يرجع مجد عيلة كولينز تاني. باع جزء من الكنز المخفي وعين عمال كتير علشان يجددوا القصر ويبنوا الشركة من جديد. بمساعدة شمسية ونضارة شمس وقبعة، بارناباس قدر يخرج في النهار من غير ما الشمس تحرقه، لكن واجه صعوبة يلاقي مكان ينام فيه براحة، فطلب من الخدم يرجعوا له تابوته القديم. لما الشركة ابتدت تشتغل تاني بشكل كويس، بارناباس عين صيادين جداد عن طريق إنه نوم الكباتن اللي شغالين مع أنجليك وخلاهم يغيروا ولائهم ويشتغلوا معاه. في أوقات فراغه كان بيحاول يتعلم التكنولوجيا الجديدة ويقضي وقت مع فيكتوريا. وفي ليلة، روجر شافه خارج من الأوضة السرية ومعاه كنز، فابتدى يشك. بعدها جوليا شافته ولاحظت تصرفاته الغريبة، فدعته لمكتبها. هناك نومته وخلته يعترف بسره، وبعدها راحت تصرخ في وش إليزابيث علشان كانت مخبية عليهم. إليزابيث أقنعتها ما تبلغش البوليس، وقالت لها إنها المفروض تبقى منبهرة بيه. وفعلا جوليا اقتنعت وقررت تدرسه أكتر. بعد فترة، بارناباس طلب نصيحة من كارولين إزاي يعجب البنات في الزمن ده. كارولين قالت له لازم يبطل أسلوبه القديم ويحتك بالناس الكول. راح معاها وقعد في حلقة مع شوية هيبيز في الغابة وحكى معاهم وهو بيدخن. البنات علموه إن الستات عايزين الحب مش الفلوس، وفي الآخر قتلهم كلهم علشان يتغذى. تاني يوم، جوليا ابتدت تنقله دم علشان تحاول تعالجه من مصاصي الدماء، لكن لما بارناباس مدحها ذكرته بسرية علاقة الدكتور بالمريض، وبعدين نزلت على ركابها قدامه علشان ترضيه جنسياً. في نفس الوقت، بارناباس وفيكتوريا فضلوا يتقربوا من بعض ويتكلموا عن العالم الماورائي. أنجليك كانت مولعة غضب لما عرفت إن شركة كولينز رجعت تنجح تاني. مجلس إدارتها استغرب غضبها لأن شركتها لسه مسيطرة على 95% من الشباك، لكنها وضحت أن الموضوع كرامة وإنها مكملة اللي جدتها بدأته، تدمير عيلة كولينز. طلبت تقابل بارناباس وعرضت عليه يبيع شركته لشركتها. هو رفض. هددته وقالت له إنها عايزة حبه، ولو ما ادهاش هتقتل فيكتوريا. بارناباس استسلم ومارس معاها علاقة في المكتب بشكل عنيف لدرجة إنهم خربوا الأوضة كلها. بعد ما خلصوا، قال لها إنه غلط وإنه مش هيقدر يكون معاها. أنجليك هددته إنها هتدمره. بارناباس فضل يروح لجوليا علشان تنقله دم أكتر واتضرع في المحاولات تخليه إنسان، لكن اكتشف إنها بتنقل دمه لجسمها هي عشان تبقى خالدة. قتلها وعضها، وبعدين طلب من ويلي ياخد جثتها في مركب ويرميها في البحر مع طوبة مربوطة بيها. بعد كده لقى روجر بيحاول يدخل الأوضة السرية وياخد الكنز. بارناباس اداله اختيار، يا إما يبدأ يبقى أب كويس لابنه ديفيد، يا إما ياخد شوية فلوس ويمشي للأبد. روجر اختار الفلوس ومشي وكسر قلب ديفيد. وهو راجع أوضته، ديفيد كان هيتعور من كورة ديسكو بتقع من السقف، لكن بارناباس استعمل سرعته الفائقة وأنقذه، وده خلاه يتعرض للشمس اللي ابتدت تولع فيه. وقتها كل العيلة اكتشفت سره، وديفيد وفيكتوريا جريوا بعيد عنه مرعوبين. بارناباس راح لأنجليك
وطلب منها تفك لعنته. هي رفضت وخلته يعترف إنه قتل جوليا. بعدها عرضت عليه اقتراح يبقوا شركاء وأحباب ويحكموا إمبراطورية السمك مع بعض، أو ترجعوا للتابوت. برناباس شتمها وقال لها تروح الجحيم، وحاول يهرب، لكن رجالها كانوا مستنيينه ومعاهم تابوت جديد. حطوه جواه بالسلاسل ورموه في مقبرة، بعد ما أنجليك عملت تعويذة فجرت بيها مبنى شركة كولينز. التابوت اتساب في ضريح، لكن ديفيد لقاه بعد شوية، لأن شبح أمه قالوا إن برناباس في خطر. في المدينة الناس كانوا بيتفرجوا على المطافي والبوليس وهم بيتعاملوا مع الحريق. أنجليك وصلت وشغلت تسجيل لاعتراف برناباس إنه قتل جوليا، وحرضت أهل البلدة ضد عيلة كولينز. الغاضبين ومعاهم الشرطة اتحركوا على كولين وود في نفس الوقت اللي برناباس رجع فيه هناك. عرض إنه يعترف بكل حاجة بشرط ما يعملوش حاجة لعيلته وياخدوا أنجليك معاه. الشريف حاول يضربه بالنار، لكن الرصاص ما عملش حاجة. برناباس عض أنجليك وخلى جلدها يتشقق علشان يثبت إنها وحش برضه. الناس اتصدمت والشريف أمرهم يمشوا. برناباس بدأ يقاتل أنجليك ومعاه بندقية إليزابيث وكارولين اللي كشفت إنها مستذئبة. لكن قوة الساحرة كانت أقوى، خصوصاً لما عملت تعويذة تخلي البيت يهاجم أهله. وهي بتعذبهم اعترفت إنها قتلت أبوه وأمه وأم ديفيد، وكمان بعتت مستذئب يعض كارولين وهي في سريرها وهي طفلة. وقتها ظهر ديفيد وبعت شبح أمه يهاجم أنجليك، ورماها ناحية النجفة اللي وقعت وقتلتها. وهي بتموت قلعت قلبها بإيدها وادته لبرناباس قبل ما يتحول لتراب. برناباس ما لقاش فيكتوريا، لكن شبح أم ديفيد قال لهم إنها عند الجرف. العيلة كلها واقفة بتتفرج على البيت وهو بيقع، وبرناباس جري على الجرف عشان يمنعها، لكنها رفضت تسمعه وقالت له إنها مجرد إنسانة عايشة في النور وهو هيعيش في الظلام للأبد ومش هينفع يكونوا مع بعض. الكلام ده كسر قلبها، فرمت نفسها من فوق الجرف. برناباس نط وراها، لكن المرة دي عضها قبل ما تقع علشان يحولها لمصاص الدماء زيه. دلوقتي بقت خالدة زيه وهيقدروا يعيشوا مع بعض للأبد وتبادلوا بوسة. وفي قاع البحر جثة جوليا فتحت عينيها وطلعت بقت مصاص الدماء هي كمان. وبكده فيلمنا يكون خلص. استنونا في فيديو جديد. سلام.